صدمة لعشاق الفنان المغربي المتألق، الحكم على سعد المجرد ب5 سنوات حبسا نافذة. خبر هز مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة. الفنان سعد المجرد تصدر العناوين من جديد، ولكن هذه المرة بسبب حكم قضائي صادم وقاسي. واش فعلا تحكم عليه ب5 سنوات حبسا نافذة؟ وشنو الحقيقة الكاملة وراء هذا الحكم؟ بقاو معايا المزيد من التفاصيل حول الموضوع. بعد سنوات من الجدل والمحاكم، رجع اسم سعد المجرد ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبقوة. تقارير إعلامية كثيرة تكلمت على حكم جديد وصل حتى ل5 سنوات حبس النافذة في قضيته الشهيرة مع لورا بيريول اللي كتعود الأطوار ديالها سنة 2018. وماشي غير هادشي فقط، فالقضاء أدان سعد المجرد بتعويض قدره 30 ألف يورو للضحية و5000 يورو أتعاب لمحاميها. وعشاق سعد المجرد بين مصدوم ومتعاطف وغاضب من هذا الحكم القاسي. الجمهور المغربي والعربي بدا كيتساءل، واش هذه هي النهاية ديال مسيرة فنان كان من أشهر النجوم في العالم العربي، ولا القضية مازال فيها تفاصيل قانونية أخرى؟ سعد المجرد اللي عرف بالأغاني ديالو اللي حققت مئات الملايين من المشاهدات، دابا كيلقى راسو وسط عاصفة جديدة رجعات الجدل من الأول. سعد المجرد ذرف الدموع وعنق الزوجة ديالو أول ما سمع هاد الحكم القاسي، على لسان شهود عيان وناس مقربين اللي كانوا حاضرين أثناء النطق بالحكم. في التعليقات كاين اللي كيدافع على سعد المجرد، وكاين اللي كيقول بأن القانون فوق الجميع، أما الحقيقة الكاملة فكتبقى عند القضاء. سعد المجرد تعرض للظلم ولا الحكم كان عادل؟ كتبوا لي رأيكم في التعليق، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش دائما يوصلكم كل جديد.